السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بنات؟ أخباركم؟ إن شاء الله كل بخير. ورجعت وياكم فيديو جديد، طريقة عمل كريمة الفيزون اللي دائما أنا استخدمها. هذه الكريمة كلش عن نوعتها الزينة وممتازة هاي بالشغل الكريمة، ودائما أنا أشتغل بيها، يعني ما بدلت هاي الشي. بس مرات أشتغل يعني بكريمة الشانتي إذا ما موجود، وفقط يعني للبيت أشتغل بيها. وهاي كيلو سعرها تقريبا 5000، وما أشتغل بها يعني أنا بالحليب بالمي. وهسه راح أبدي وياكم بالطريقة. راح أشتغل مجرد بس يعني أراويكم شغل الكريمة. أخذ من عندها مقدار قلاصين أو كوبين، والتزيين بنات حسب الكيكة والتحشاء. هسه عندي أنا هنا راح أضيفه قلاص كريم، هاي هنا قلاص عندي. هي طعمها كلش طيب وشغلها ماتين كلش حلو. أهم شي فقرة بنات القلاص هيج تدقيها يعني على مود ينزل ويطلع الهواء بداخل الكريم، حتى تضبط القياس عندك يصير قلاص كامل. هسه هذا الملي القلاص عرفت القياس مضبوط. هنا القلاص الثاني. أهم شي الخفق والقياسات مضبوطة. شوف ايش قد ينزل بناتي، يعني إذا تسوين هيجي القلاص ينزل من عند الكريمة ويصير نقص بيه، فيصير عندش القياس غلط. هاي صار قلاصين كريم. المي لازم عندش بارد، اليوم أشتغل بالخفاق أني. هذا مي بارد. راح أضيف يعني حسب ما أني، لو أخلي قلاص بقلاص عادي يطلع الشغل مضبوط. هسه هنا راح أخلي كل قلاص إلا ربع مي. هسه أنا هنا صار قلاص هاي عندي، شوفي قلاص، كل قلاص كريم قلاص إلا ربع مي، أو نص قلاص مي بقلاص كريم عادي. بس أنا شغلي يصير قلاص كريم بقلاص إلا ربع مي. شوفي هسه راح خليت هذا الربع، يعني قلاص ما أترسى مية هواي. شوفي هذا ربع قلاص، وقلاص كامل صار قلاص وربع مي. قياسات بكيفكم انتم، تنجح هي الكريمة. بس أفضل شي للبنات المبتدئات كل قلاص كريم بنص قلاص مي بارد، على مود تشتغلين بيها شغل مضبوط. وتسأل بنات على الخفاقة، خفاقتي أنا باله. وهاي الفقرة لازم تسووها قبل لا تخفقون مباشر بالخفاقة. تخفقيه هيجي بملعقة أو هاي السباتول مالت الكريمة، على مود لا يصير بيه حبيبات. تغلفين الكيكة تزينيها تصير بيه حبيبات مو صافية. تخلطيه هيجي قبل لا تخفقيه بالخفاقة، راح تطلع عندك الكريمة ناعمة وصافية. هاي الفقرة أنا دائما أسويها قبل لا أخفقها بالخفاقة. من أشوف ذابت الكريمة كلها أبدي أخفقها بالخفاقة. بس هنا أنا راح أشغل الخفاقة، وما أقدر أعطيكم إيش قد يعني الوقت، لأن حسب الخفاقات مرات خفاقة عادية تاخذ وقت هواي، خفاقة سريعة بساعة يخفق الكريمة. ثانية صلوات هاي خفاقتي كلش نوعية الزينة ألماني ما تباله، يعني ما تاخذ من عندي وقت، تقريبا 5 دقايق أو أقل تجهز عندي الكريمة. مرات خفاقاتكم تصير يعني من هاي الصيني، نوع الصيني يعني بساعة تحمى، تاخذ وقت هواي. شوف هسه أنا ما أخذت من عندي هواي، بقى تخفق بيها رأسة بدت ثخنت عندي. وإذا شوف شلون صارت بعد 5 دقايق ما أخذت من عندي وقت. أعرفها أني إذا بقت تصير ثخينة يعني ثقيلة تصير، هاي معناته يعني نجحت. شوفوا بعد ما أقدر أخفق.
يظل تماسك كل الكريم بالخفاقة. هاي أحسن كريمة أنا، وناعمة تطلع كلش حلو بالسقل. شوفوا بنات شلون صارت، ما توقع من الخفاقة. هاي معناتها نجحت الكريمة وصارت هيجي هاي عندكم هيجي هاي شكلها. هسه هاي جهزت الكريمة، إن شاء الله راح أشتغل بيها طريقة عمل الورد للمبتدئين هماتين الورد، وأنشرها بالقناة. هاي كريمة تطلع صافية وناعمة وشكلها هماتين كلش حلو للورد، أي شي يعني تشتغلون بيها هي نفس الكريمة. يسألن بنات مرات يقولن يعني الورد نفسه الكريمة اللي نسقل بيه الكيك، اي نفس الكريمة. إذا جهزت عندي إن شاء الله استفادتوا من هذا المقطع البسيط. هواي بنات يطلبون، يعني هواي مبتدئات ما يعرفون شغل الكريم شلون يشتغلوها. شوفوا هسه بنات شلون وخرتها وحدها ما توقع من الخفاقة، معناته هاي نجحت. إذا صار عندكم هيجي، وإذا لا والله بعدها يعني توقع من الخفاقة رجعي خفقي بيها مرة ثانية. إن شاء الله استفاديتوا من المقطع هذا البسيط. لا تنسوني بنات من اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس يوصل كل شي جديد أن نشر لكم. ومع ألف ألف سلامة.